ازاي نقدر نكمل الحاجة اللي بنبدأ فيها للآخر؟ كتير مننا مر بمواقف بدأ فيها مشروعه، إذا كانت دراسة أو حتى محاولة تطوير عادة جديدة، وبعد فترة بنلاقي نفسنا مش قادرين نكمل. ليه ده بيحصل؟ وازاي نقدر نتغلب على الشعور ده ونكمل الطريق للآخر؟ هنبدأ ونشوف مع بعض الحلول. أول خطوة مهمة علشان تقدر تكمل في أي حاجة هي إنك تفهم ليه أنت بدأت. لازم تسأل نفسك إيه السبب الحقيقي اللي خلاني أبدأ في المشروع ده أو العادة دي؟ ليه الحاجات دي مهمة بالنسبة لي؟ لما تفهم دوافعك الحقيقية وتركز عليها هتلاقي عندك سبب قوي يحمسك تكمل حتى في الأوقات الصعبة. الحاجة دي هتبقى بمثابة الوقود اللي بيخليك تستمر حتى لما متكونش متحمس. لو كان هدفك واضح في دماغك هتقدر تتغلب على أي تحديات تواجهك في الطريق. من اكتر الحاجات اللي بتعطلنا في الطريق هي اننا بنفكر في الهدف الكبير وننسى ان في خطوات كتيرة لازم ناخدها للوصول ليه. علشان كده مهم جدا انك تحط اهداف صغيرة وواقعية وقابلة للتحقيق. الاهداف الكبيرة ممكن تكون مخيفة او صعبة في البداية، لكن لما تحط اهداف قصيرة المدى وتقسم المهام الكبيرة لخطوات اصغر هتحس انك بتتقدم كل يوم. كمان كل خطوة صغيرة بتحققها تديك احساس بالانجاز والتقدم، وده برضه هيحفزك تكمل لحد ما توصل لاخر الطريق. الالتزام هو العامل الأساسي اللي بيفرق ما بين الناس اللي بيوصلوا لأهدافهم والناس اللي بتقف في نص الطريق. ممكن تكون في بداية مشوارك متحمس جدا، لكن مع الوقت الحماس ده بيقل. هنا بيظهر دور الالتزام، لأن الالتزام مش دايما يعني إنك متحمس طول الوقت. أحيانا الالتزام بيكون إنك تعمل حاجة اللي مطلوبة منك حتى لو مش حاسس بأي رغبة. الالتزام معناه إنك متأكد إنك ماشي على الطريق الصح حتى لو الأمور مش واضحة أو مريحة ليك في الوقت الحالي. اعرف إن النجاح مش بيجي بسهولة، لكن بالالتزام والاستمرارية هتوصل اللي انت عايزه. لما تخلص خطوة صغيرة وتحقق جزء من هدفك لازم تكافئ نفسك. المكافآت مش لازم تكون حاجة كبيرة أو مكلفة، ممكن تكون حاجة بسيطة زي إنك تاخد استراحة أو تقضي شوية وقت مع أصحابك أو تلعب بلاي ستيشن أو تعمل أي حاجة أنت بتحبها. الفكرة هنا إنك تدي نفسك فرصة تحس بالإنجاز، وده هيساعدك تستمر في طريقك. المكافأة بتديك دافع إنك تكمل لأنك عارف إن في حاجة حلوة مستنياك بعد كل خطوة بتعملها. الفشل جزء طبيعي من أي عملية تحقيق هدف. لو حسيت إنك فشلت في جزء معين ما تستسلمش وتعتبر إن ده نهاية الطريق. الفشل هو فرصة تتعلم وتطور من نفسك. اعمل مراجعات دورية لنفسك وشوف إيه اللي نجح وإيه اللي محتاج تعديل. لما تقدر تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في أدائك هتقدر تحسن من نفسك وتتفادى الأخطاء في المستقبل. كمان المراجعة الدورية تديك فرصة تراجع أهدافك وتشوف إذا كنت لسه ماشي في الطريق الصح ولا محتاج أي تعديلات. أكبر عدو ليك في رحلتك لتحقيق أهدافك هو المتشتتات، سواء كانت المتشتتات دي من السوشيال ميديا أو أصحابك أو ضغوطات يومية. لازم تكون عارف إن كل دقيقة بتضيعها بعيد عن هدفك ترجعك خطوة لورا. حاول تقلل من المتشتتات قدر الإمكان وركز على الحاجة اللي فعلا هتحقق بيها حلمك. ممكن تستخدم ادوات لتنظيم الوقت او تخصص فترات معينة خلال اليوم تكون فيها بعيد عن اي حاجة بتشتتك. وفي النهاية النجاح مش مجرد انك تبدأ، لكن السر في انك تكمل الطريق للاخر. مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة، لكن اللي بيفرق هو انك تستمر وتكمل كل خطوة باللي بعديها. اعرف ان كل حاجة بتعملها النهاردة هي لمبة بتضيفها لمستقبلك. استمر وخليك ملتزم وابني على كل خطوة انت بتاخدها.